أنا أتفهم هذه العقلية وأتفهم هذا التطلع، ويهمني يعني أن نشوف إحنا ننهض في الكويت ونوصل إلى درجات الرقي بتفاهمنا بتعاملنا مع الأمور. احنا الحين طبعا انتهينا من امور كثيره ونعبر، هذا جسر وعديناه ان شاء الله، واكيد الكل يعني اخذ عبره من هذا الماضي، وخلينا ننظر له كماضي وننظر الى المستقبل بتطلعات اكثر اشراقا واكثر يعني حبا لاهل الكويت. انا ارى انه ما حصل هذا يعني كان في محاولات لاجراء تغييرات معينه بالحكومه، وانه يعني الغلبه هذه الديمقراطيه بالنهايه، يعني هذه الديمقراطيه اللي جبلنا عليها اهل الكويت، جبلوا وهم ديمقراطيين ووطنيين بالنهايه، يعني لازم نصلح الامور، ولازم يعني تطلعاتنا تكون من صالح الامور، من صالح الكويت. يعني بسنا التأزيم هذا، قلنا بس تأزيم وبسنا استجوابات، خلينا نتطلع للمستقبل حتى نبني ديرتنا. يعني مواطنينا اغلبيتهم يتطلعون الى مجلس الامه اللي ينجز الخطه التنميه، عندنا خطه تنميه وعندنا طموحات، نتطلع الى هذه الطموحات، الشعب يراقبنا، ملوا تأزيم، ملوا استجوابات، يبون تعاون، فبالنهايه كلنا نحط ايدنا ببعضنا ونتطلع نراقب ونصلح الامور ونمشي بالمسار. وانا متاكد يعني سواء كان السلطه التنفيذيه او السلطه التشريعيه الكل بالنهايه بيعمل من صالح الكويت. وانا عارف يعني حتى المعارضه اليوم يعني بالنهايه انتهينا بكلمه طيبه من السيد يوسف زلزله، كانت نهايه طيبه، يعني قربنا الافكار فيما بيناتنا، وانا متاكد يعني هذا عدم التعاون بالنهايه يعني حكومه ناصر المحمد اكيد ان هي راح تتطلع للاصلاح، وهي اصلاحيه وتحب الاصلاح، واحنا نقول لا، هناك عيوب في الحكومه، سوف نراقب الحكومه، سنراقب اداء الحكومه ونطالب بالتغييرات ونطالب بالاصلاحات، وبالنهايه مصلحه الكويت هي الاولى وهي اللي قدام عيوننا كلنا. وضحت الصوره عضو مجلس الامه النائب عدنان المطوع، شكرا جزيلا لك. ابو علي، يعني قبل لا ناخذ الاتصال كان ابو ثامر قاعد يتكلم عن احداث الندوه، ذكر يعني قضيه سحل الدكتور عبيد الوسمي، الضرب اللي تعرض له المواطنين، الضرب اللي تعرضوا له، المدرعات اللي كانت موجوده قبل الندوه بساعتين تقريبا، هذا شو تفسره؟ اولا انا سجلت النقاط اللي ذكرتها عن ابو ثامر. وجود المدرعات قبل ساعتين ما له اي تفسير. الداخليه عندها بعد نظر، عندها وجهه نظر، تقول اي بعد قبل ساعه، اي قبل ساعتين، في نفس اليوم كانت البلد مشحونه، في امر لصاحب السمو صدر بنفس اليوم الصبح، وصلت معلومات ان النواب والمتجمهرين لم يحترموا اوامر صاحب السمو سيقيمون الندوه والى اخره، فاستنفرت الداخليه، امر طبيعي. لكن تقول لي هي مشحونه تبي تطق المواطنين، هذا غير صحيح. كانت طقتهم من اول شيء، من اول ربع ساعه، من اول 10 دقائق، من اول نص ساعه الندوه كانت ماشيه، من بدا التجمهر خارج المنزل تكلموا بالميكروفون، حاولوا بالسياسه، كلموا النواب، ما حد راضي يرد عليهم. اقتحامهم للبيت شو تفسره؟ اقتحام البيت، هذه النقطه مسجلها. اولا انا ابدي تحفظي على ما تعرض للدكتور عبيد الوسمي، انا ارى خطا وارى انه غير مقبول، لكن تقول لي شنو الحل؟ الحل ما نستجب رئيس الوزراء الدكتور عبيد الوسمي اولا يلجا الى القضاء، وهو لجا الى القضاء، وان شاء الله راح ياخذ حقه في القضاء. انا اعترض وبديت تحفظي عده مرات على هذا الموضوع بدخول المنزل والسحل الدكتور عبيد الوسمي، لكن نقول امر عند القضاء، وعلى وزاره الداخليه تشكيل لجنه تحقيق ومحاسبه من عمل هذا العمل، لكن ما نأزم البلد. ما تحفظنا على العمل، لكن ما نأزم البلد ونستجوب رئيس الوزراء ولا ونعلن عدم التعاون قبل سماع رده. لكن انا بعقب ايضا على قول العم ابو ثامر لما قال صاحب السمو للسمع والطاعه، انا اقول مع الاسف اقولها واسمح لي يا عم ابو ثامر، الكثير من النواب لم يسمعوا اوامر صاحب السمو. اين السمع والطاعه؟ صاحب السمو قال انا اللي كنت على الخط معهم وانا الذي امرت نقط نقط نقط. ما احترمت هالشيء هذا. انا احلفهم بالله هم عندهم علم اليقين ان صاحب السمو غير راضي على استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء وغير راضي على اللي حصل اليوم. اين السمع والطاعه؟ الى الان لم ارى جوابا. ليش ما ذهبوا الى وزير الداخليه وهو المسؤول عما حصل؟ لماذا؟ مع ان انا ارى ان ما يذهبوا لوزير الداخليه، خلاص صاحب السمو امر. والخطا رايناه بالتلفزيون، المواطنين هم الذين هجموا وحاولوا العراك مع رجال الامن، والمواطنين مو اول مره وزاره الداخليه تتعامل معاهم في هذا الشيء، تعاملت معاهم اثناء المباريات كره القدم، تعاملت وياهم اثناء الفرعيات، في ناس انطقت، ناس في المستشفى. خطا اللي صار ما يخالف، في ناس انطقت، شنو الاسباب؟ وين دور النواب اذا قلت الخطا؟ شلون؟ وين دور النواب؟ النواب هم اللي قالوا حق المواطنين قاعدوا برا، هم اللي شجعوهم،
هم اللي قووهم واللي تكلموا. النقطة أنا اللي العم أبو ثامر قال بالدول الديمقراطية ما يحصل ذلك، أنا أقول بنفس اليوم اللي صارت فيه ندوة الدكتور جمعان ببريطانيا كان فيه تجمهر واستخدمت فيه المطاعات وغيرها من الأمور. ببريطانيا دولة راقية وتستخدم الديمقراطية بنفس اليوم بالصدفة. أنا أحب أقول يا أخ علي المقصد من هذا كله ومن هالزوبعة والله لا همهم كرامة مواطنين. أنا ما أقصد العم أبو ثامر، أنا أقصد أغلبية موجودة عم أبو ثامر، كل محبة وتقدير واحترام الله يخليك، لكن أو في كثير من النواب أنا أعرف أن نواياهم طيبة وأنت من بينهم يعني أنا زين، لكن أنا أقول في كثير من النواب هدفهم هو رأس مو رئيس مجلس وزراء، عندهم أجندات خاصة، عندهم من يحركهم من برا، يتهم القضية هذه على طبق من ذهب، كبروها وعملوا فيها مشكلة وعملوا ضجة كبيرة. إلى اليوم ماني فاهمة، ودمجوا محورين بمحور واحد، ما بيع المحور الأول. أنا كنت قلت راح أتطرق له. أنا أقول خلاصة الكلام في بالنسبة لموضوع ندوة جمعان الحربش، أحمل خطأ 80% للنواب. لسبب يا جماعة بنفس اليوم كان هناك في أمر لصاحب السمو وأنتم تعلمون بذلك. أولا شككوا بالأمر، قالوا نبي كتاب يجينا رسمي من الديوان الأميري، مع أن العرف جرى منذ أن كان النائب الفاضل العم أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة أنه يجتمع كل أسبوع مع صاحب السمو ينقل رسالة صاحب السمو للنواب، مو كتابية شفهية. أنا الآن بسأل العم أبو ثامر وهو كان عقيد في سلك الداخلية زين ورجل متمرس، عندما تأتيك الأوامر من المسؤولين الكبار تأتيك شفهية باللاسلكي ولا تأتيك مكتوبة كتابة، لما يقول لك هناك في أمر جاينا راح تجي شفهيا. ترد عليه أبو ثامر؟ والله أول شيء أنا يعني حقيقة أحب أوضح كثير من النقاط. تفضل. لأن الأخ الأستاذ حسين قال بعض الأمور اللي يجب أن توضح. أنا أأكد بأن جميع النواب لحضرة صاحب السمو أمير البلاد السمع والطاعة، هذا أول شيء وما في خلاف. نعم بس الشيء الثاني، نعم أين السمع والطاعة من تنفيذ هذه الأمور؟ خليني أكمل. الشيء الثاني شيء خطير كأجهزة إعلام وكحكومة، سمو الأمير يطلب تطبيق القانون، وتطبيق القانون هو تطبيق القانون. سمو الأمير لم ولن يقبل بضرب أي مواطن، جميع المواطنين أبنائه، والدليل عليه في اليوم التالي حضرة صاحب السمو أمير البلاد قال يؤلمني ما حصل، فاللي يأمر بالضرب لا يمكن يتألم من الشيء اللي يحصل. أرجو عدم زج حضرة صاحب السمو في هذا الأمر، المقام السامي ما يجوز نزجه. السمو الأمير طلب تطبيق القانون، والحكومة للأسف تذرعت في هذا الأمر، والحكومة لم تكن تملك الشجاعة لتتحمل المسؤولية في هذا الأمر. أما التجمع الخارج الديوانية اللي حصلت فيها الأحداث، النواب قايمين في ندوة وكل الجمهور في الداخل، إذا تكاثر الجمهور ما هو ذنب النواب. الأخ حسين يتكلم من منطلق بعض الأمور اللي شافها، احنا شفنا هو يحمل النواب المسؤولية أن هم اللي ورطوا. هذه وجهة نظر، هذه وجهة نظر أنا أحترمها. نعم. وكل طرف يجب أن يحترم وجهة أنا أحترمها. نعم. ولا يعني أن احترامي لوجهة نظر الآخرين لا يعني أني أؤيدها. وش تفندها؟ تكاثروا الجمهور. نعم. اللي حصل وهذا الواقع أن الأخوة طلبوا منهم باتفاق مع اللي هو الشمالي بأن يهدون الوضع، وتكلم العم عبد العزيز سعدون أن كانوا 9 المفروض يتكلمون. نعم. خلوا الموضوع لمجرد نائب واحد ثم الغاهم واختصروا بأحمد السعدون. تصور اليوم الشريط شفناه بعد بيطلبوا 5 دقائق النواب، بعد 29 ثانية من كلمة العم عبد العزيز هجمت القوات الخاصة. أنا أتمنى أن تطلعون لقطتين أنتم اختاروها وأنا راح أفندها. أول شيء يجب أن ترون المسافة اللي كانت في بداية الهجوم بين المواطنين ورجال الأمن، وأرجو أنكم تطلعونها. القائد مالهم قال عليهم، وكان المواطنين يبتعدون عنهم لا يقل عن 100 متر. الشرطة رجال الأمن هم اللي بدأوا بالهجوم، وأنا مستعد الآن يسمعني الشعب الكويتي، جيبوا كل ضباط وزارة الداخلية وجيبوا وزير الداخلية، وأنا مستعد أقعد بروحي ويطلعون بالفيلم ونعمل مقارنة، الفيلم الصحيح
مو اللي اليوم البعض حاول